وانا الله لا يحطني بموقفك، الله لا يحطني بهيك موقف بالحياه. يعني انا خليني انحط بكل المواقف في الكوكب الا هذا الموقف. انا حبيت اسلم عليك، يعني شلون صح، شو اخبارك، وتهم يعني ما مقصر، تهم دا تسلم على العالم. لا تنسى تتابعني عزيزي، طبعا يعني هاي كل يومين عيد، حتى مليت والله مليت، لا تتابعني. شوف شلونك زين، لا قلت زين، حتى ما نختلف على فد شغله. انا ما عندي مشكله لاي شخص يفضل كريستيانو يفضل ميسي، عاد انا احب نيمار، براحتك. انت حر تفضل اللاعب اللي تريده. عندك كريستيانو العاشر، تحط ابراهيم بايش افضل من كريستيانو، انت حر بالقائمه اللي انت تريد تسويها بدماغك، انت حر. يعني انت بكيفك، اختار اللي يناسبك واختار اللي انت عقلك يقتنع به. بس ما قبل المباراة بيوم تطلع تصرح تقول احنا راح نواجه ثاني افضل لاعب بالعالم، هذا التصريح استفزازي واستهزاء. العادي اكو لاعبين يسوون وياهم تحديات، يقولوا له تمنوا لاعبك المفضل ميسي لو كريستيانو، يقول لهم مثلا ميسي، عادي طبيعي، كل لاعب المفضل هو ميسي، لاعب المفضل هو كريستيانو، لاعب المفضل هو شوشع، براحتك. واحنا مشكلتنا انه اللاعبين العراقيين كلكم ما تعرفون تحجون. اللاعبين العراقيين كلكم ليش بتعلمون شلون تصرحون، شلون تتناقشون، شلون تسولفون. انت كلاعب هاي جزء من حياتك، هذا جزء من حياتك كلاعب، هاي جزء من كونك رياضي، انه انت تعرف تسولف وتعرف تصرح. احنا هاي مشكلتنا ان اللاعب العراقي ما يعرف يصرح. تدري انت راح تاكل 5 ورات تصريحك، والله ما تابع انا يعني، بس اللي ادري بيه انه كل فريقينك لو 10 بلعبتين اللي هم الشرطه يمكن اول بارحه والزوراء، ما شاء الله تطور الدوري العراقي في تطور، والانديه العراقيه فول رهيبه. يعني عندنا خوب سيد جلال واحمد باسل، سيد جلال واحمد باسل تخيل ذول حراس منتخب وطني ماكلين 10. لا تقول صدق الفريق، اكو حالات ما يقدرون يشيلوها. واو على التطور اللي انتم تسووه، 10 اهداف بمباراتين، رهيب، اهنيكم. الزوراء والشرطه بقت عندنا الجويه، هن ذني اكثر 3 بس انا اللي اعرفهم الوحيدات. مبروك، ننتظر الجويه ما عاد ملعبين ما ادري. فاعزائي اللاعبين لا تصرحون هاي التصريحات بعد، لا تجني على نفسك بهاي التصريحات وتصير ميمز. هسه شنو الفائده؟ شنو الفائده انت ميمز بكل مكان؟ انا ادخل على الفيسبوك القاك ميمز، ادخل على الانستغرام القاك ميمز، ادخل على الواتساب القاك ميمز، ادخل على الصحف مسويك ميمز، ادخل باي مكان مسويك ميمز، وكلت 5 من ثاني افضل لاعب بالعالم. فاتمنى ان تنتقل الثقافه الكرويه للاعبين، ولا حد يزعل عندي شباب، انا يعني انتم تمثلون بلد يعني، فانا اريد اتمنى اكو لاعب يقدر يطلع يصرح ويسولف. وشكرا جزيلا. صموخي شنو رايك بالموضوع؟ صموخي ايضا ما عنده راي، لان صموخي ما يصرح وما يجني على نفسه، لذلك ما يسولف. وشكرا جزيلا صموخي.